السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه طيبه على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمه، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناه. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. تعالى يا معلم. صباح الفل يا عم احمد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك وازاي مزاجك؟ بصوا يا جماعه، الجو هوا جدا 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 جدا، وعايز اقول لك على نقطه مهمه جدا قبل ما اتكلم في حلقه النهارده، وهي ده الذكر يا احمد اللي واقف ده، اللي بيعرف ده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هيبقى حلو. انا كان كل قلق الى رجله تعمل كده، ده كان كل اللي شاغلني بيه. ذكر الرجاله عنده ذكر حلبي مصري، فخده اتقطم، مش رجله بقى من تحت، لا فخده نفسه. الحمد لله اللهم لك الحمد. ان شاء الله بقول لك في حلقه ثانيه احنا عملنا معاه ايه بالظبط وبنعالجه ازاي. بصوا يا شباب، معلومه مهمه جدا قبل ما نتكلم في حلقه النهارده، واقول لك ايه جوه الكيس ده، واقول لك ايه الهديه اللي جات لنا في الكيس دي وجات لاحمد عبد الرحمن بالاخص. ماشي؟ انت تعرف يا اسطى اللي في الكيس ده يا اسطى ده مفاجاه اصلا، انا لسه جايبهم دلوقتي وجاي حالا من عند حد صاحبي وحبيبي واخويا. بصوا يا شباب، انت دلوقتي الجو قلب هوا، انت قفلت الشراعات، صبح تاني يوم الجو حر قمت فاتح الشراعات، انت دمرت الحمام. عشان خاطري قفلت يا عم احمد، ما يفتحش تاني. اللي قفل يا شباب ما يفتحش تاني، اللي قفل بخيش، قفل بمشمع، قفل باي حاجه، ما يفتحش تاني عشان خاطري، لان تيارات الهواء ديت ده بشكل مؤقت، بعد ساعتين 3 4 الجو يمطر شويه، الجو خلاص يهدى، ترجع تقوم عامل ايه؟ تلاقي الجو حلو، تقوم هوب فاتح تاني على الحمام. بعدها بيوم الجو ساقع، هوب اقفل على الحمام، افتح اقفل افتح اقفل، لبست في الحيط. دمعه وتنفسي مش هتخلص من عندك، مش هتخلص بأمانة الله، مش هتخلص من عندك. ليه؟ انت السبب، انت قفلت يا بيه، ما تفتحش تاني. حبايبي رجاله صباح الفل. طبعا لو بتشوفني اول مره ما تنساش تنزل دلوقتي حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ينزلك كل حاجه جديده احنا بنقدمها. ما تنساناش باللايك الجميل، لان اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشتركين يشوفوا الحلقه ويستفيدوا بيها، وده الهدف من القناه. بصوا يا رجاله، احنا جالنا هديه النهارده جميله جدا جدا جدا، حمامه. يعني احمد طبعا ما يعرفش الكيس فيه ايه، بس انا من كلامي دلوقتي هيعرف النوع اللي انا بكلمكم عنه ايه. من اقرب الحمام لقلب احمد. اقول لك كمان يا عم احمد عشان تعرف الكيس ده فيه ايه. نوع كان واحد صاحبنا وحبيبنا واخونا مسافر هو دلوقتي، ربنا يجيبه في السلامه، ابراهيم الزياد، كان ادالك من ان شاء الله مزار. حبيبي يا ابراهيم ربنا يجيبك بالسلامه يا رب. كان ادالك جزء منهم هديه، عندي لسه وما شاء الله ما شاء الله احنا عملنا منهم اسطول، عملنا منهم قسما بالله العظيم اسطول. انا اديت لواحد جاري هنا اقسم بالله العظيم نتايه كان بيطير منهم اكتر من 20 حاجه و20 حمام، ما شاء الله مرزقه جدا. بقالنا فتره الباب ده كله كان خرج من عندنا، بقالنا فتره بندور على ساكسونات او شقلباز ساكسون بس مميز يكون كويس. واحد حبيبي اتكلم قصاده بظروفها، ربنا يخليه يا رب ويبارك فيه وما يحرمش منه ابدا. لقيته ايه؟ قال لي والله انا عندي ومش عارف ايه. تاني يوم اقسم بالله العظيم لقيته معدي عليا الجوز الجمال اللي انتم شايفينهم قدامكم دول، اللي احنا هنطلعهم ونبص عليهم ونعرف تقليبهم، والاول نوريهم لاحمد ونشوف رايه ايه. دول رجاله شوف الهوا يا احمد، انا مش عايز احط دول في الاستقبال بره، مش هيستحملوا الكلام بتاعهم ده. انزلهم ده. طيب بصوا يا رجاله، ما شاء الله الساكسونات ديت يا رجاله ليها تقليد وليها شكل وليها منظر، وما كانش يتوفر فيها اللي انا هقول لك عليه ده دلوقتي يبقى حمامه اي كلام او حمامه شعبي. اتفرج يا عم احمد وسلم الله. خلي بالك يا اسطى، انا بدل حطيتهم في دماغي هجيب لك الوانهم كلهم، هجيب لك الوانهم كلهم. ما شاء الله اللي في ايدك ده الواد، واللي في ايدي ديت البنوته. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. بصوا يا رجاله، الساكسون او الشقلباز الساكسون بيمتاز بكذا حاجه، اخرهم طبعا الشروال اللي هكلمك عنه في اخر نقطه هكلمك فيها النهارده. اول نقطه يا رجاله واهم نقطه بتهمني في الحمامه ديت هي اسر الحمامه، اسر فرد الحمام. بصوا يا رجاله، فرد الحمام نقول مثلا فطول كف فطول الكشك. بصوا يا رجاله، احمد ايده عامله ازاي؟ انا مش عارف الاضاءه عامله ايه معانا هنا. والاضاءه غامقه شويه. تعالى يا احمد، تعالى الناحيه الثانيه نتفرج عليهم ونفرج الناس عليهم. ماشي؟ تعالى كده عشان نحطهم قدامك. انت عايز تعمل ايه؟ هنا احسن، هنا احسن فعلا، بس هنا هو الهواء هيسيبنا هنا احسن كتير. بصوا يا رجاله، ما هو هيقع دلوقتي، هو هيقع. بصوا يا رجاله ما شاء الله. طول ايه احمد ماسكهم؟ هو طول ايه بالظبط؟ هو بالظبط كف، هو بالظبط فعلا كف.
شبر، يعني لا يتعدى ال 20 سم. ده اول حاجه بتكون موجوده في الفرد السكسون. تاني حاجه سمسمته ونعوميه عظمه. بص يا احمد، لازم هيده يبقى عامل زي الكره البولنج كده. هيد، الهيد اللي احمد يقصده دوت اللي هي القوره زي ما بنقول عليها. هات كده يا احمد، عندك الهيد باين اكتر في الذكر. هات كده، هات كده، قرب شويه من الكاميرا. بص يا رجاله، الهيد اللي احمد يقصده اللي هي الحته دي كده، لازم هنا يبقى في قوره. انت هكلمك على زغلول كده اصلا. فاكك ايه؟ اصلا مفيش شعر. مفيش. هو طبعا يعتبر كمان كله لسه عيل صغير. بصوا يا شباب، يبقى قلنا الهيد، قلنا سمسمته لما تمسكه كانك ماسك بالظبط في ايدك يمام امري. شوف احمد عظمته عامله ازاي، عامله زي اليمام الامري يا رجاله. بصوا عظمته دي مواصفات يا رجاله. الناس اللي بتربي السكسونيات او الشقلباظات تعرف الكلام ده كله. بفضل الله الايام الجايه انا هجيب الوانهم كلهم، بس بشرط يكونوا نفس التقليم ونفس المستوى اللي انت شايفه عليه اللي جايين لي دول هديه يا شباب. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فرد الحمام ده يا احمد لما بيقف على الارض رجليه ما بتبانش، رجليه ما بتبانش، كانه واقف كده على بطنه. دي برضه سمه وصفه من صفاته. دي انعم من الذكر كمان، بس هي لانها نتايه. طيب يبقى قلنا لازم علشان اقول الفرد ده ساكسون، معلش انا ملبوك شويه من الكاميرا والفرد، عشان اقول ده ساكسون كويس لازم يمتاز بهده العالي، لازم يمتاز بسمسمته، لازم يمتاز باسره، لازم يمتاز بوقوفه على الارض ماشي، ورجليه مش باينه. اخر صفه اللي احمد بيقول لك عليها وهي شرواله او سرواله او شرابه يكون كبير وضخم. طيب انا لما باجي اشتريهم يا احمد انا بعرف منين ان الفرد ده شرواله كبير؟ ما انت دايما يقول لك ايه والله ده هو اصل هو شرواله كبير بس هو مقصوص. بصوا يا رجاله، شفتوا ريش الجناح؟ لا يقل طول عن ريش الجناح. يعني شوف الجناح عامل ازاي، لا يقل طول عن ريش الجناح. لما تيجي كده يا عم احمد كده لسه اصلا في دم. هو لسه في دم، بس لما اجي بص كده على ايه ولسه في اصلا كلها دم. بص يا رجاله، الريش كله الديل كله احمد خلي بالك مقصف، لان لسه ما قالش اول قلش، هو زغلول. بس انا بشتري وعايز اتاكد ان الفرد ده تقليبه كويس. باجي كده يا رجاله على ريشه من الريشات اهيت، وبقوم بالراحه، طبعا بالراحه، انا بتعامل مع رجل فرد حمام. بصوا يا رجاله، بص يا احمد تخن الريشه وضخامه الريشه، انا ماسك ريشه جناح مش ماسك ريشه شروال او صراء او سروال او الكلام ده كله. لا يا رجاله دول ما شاء الله كويسين وتقليبهم كويس. طيب تعالوا بقى نبص عليهم لان لهم وقفه مميزه قوي. تعالى كده احمد انا هبص عليهم من اهوت، لان اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله هي وقفتهم يا شباب. عشان عايز اشوفهم وهم واقفين. طبعا يا رجاله انا لما بجيب حاجه حلوه بحب ان انا اشارككم فيها. طيب سعرهم يا وليد، بصوا يا شباب، الحمام ده حاليا سعره مميز وماسك سعر، بس انهم بقى منهم اللي هم دول يا احمد اللي تقلبهم بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحركه اللي الذكر بيعملها دي اللي هو كانه هزاز كده يا احمد؟ فيهم هم الحركه دي كمان، فيهم الحركه دي. بص رقبته بتهز ازاي. تعالوا نقرب، تعالوا نقرب عليهم كده يا رجاله. انا طبعا هستقبلهم بس مش هستقبلهم هنا علشان الهواء، هستقبل ليه؟ هم جايين من سلاكه مقفول عليها. تمام. اللهم صل على النبي. ما شاء الله الحمامه ديت يا رجاله انا بحبها وبعشقها. الحمامه دي كان عندي منها اسطول. بس اسمع يا احمد، السمسمه ديت اكتر من اللي كانوا عندنا كمان. احسن من يعني دول احسن من دول كمان في السلافر متهيألي. والحمر ان شاء الله يا رجاله هنوريكم الايام الجايه، هنجيب منهم باذن الله ونوريكم مستويات عالميه. ده تقريبا انا على قد ما افهم يعني فيهم يعني، بس انا يعني النتايه احسن من الذكر. النتايه كتقليب لا بص يا احمد، النتايه مسمسم. انت تقصد سمسمه النتايه اكتر من سمسمه الذكر، بس لازم تحط في الحسبان ان ده برضو ذكر، لازم يبقى اخشن سنه من النتايه ماشي. الذكر لو جيت تبص على هد الذكر وهد النتايه تلاقي هد الذكر اعلى من النتايه، هيبقى اعلى طبعا. شوف الذكر هده اعلى مع انه مهجر خالص ومتبهدل. هم يا احمد انا ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك اللي جابهم لي هديه دول جوز يعتبروا موفقين جدا 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 في الفرخ، وهيطلعوا ان شاء الله حاجات كويسه. انا رجاله بعشق الحمامه دي. الناس ديت الناس يا شباب في مصر ممكن مثلا تلاقي من كل 1000 غاوي حمام وزار فيهم 5 6 بيربوا بس السكسونيات دي وغاوينهم.
طيب يا وليد، هي مش بطرطور لا يا رجاله، الحمامه دي ما بتبقاش بطرطور ان شاء الله. العاديين السكسونيات ما بقوش بطراطير يا رجاله، اللي بطراطير ان شاء الله بوزات العاديه، عندي منهم جوه، وفي منهم عندنا جوه، والاثنين بطراطير. وشراويلهم او سراويلهم ما بتبقاش كبيره قوي زي السكسونيات، في منهم بشراويل كبيره، بس اللي مميز قوي في الشروال هو السكسون. اسف على الهوا وعلى العواصف النهارده. ربنا يسترها النهارده، الواحد بيخاف من هو ده يا احمد لا حاجه تقع ولا كده، ربنا يسترها على الناس كلها. حبايبي يا رجاله، دي كانت حلقه النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم عن الهديه اللي جات لنا النهارده. ايه رايك يا عم احمد؟ حلوين ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. بحبهم. انا بعشقهم يا رجاله. وعايز اقول لك حاجه يا احمد، الحمامه دي انت مرزق فيها. والله وفي حمام يا رجاله كده اقسم بالله العظيم انا كان عندي منهم قص، والله انا كنت بفرخهم على الارض يا شباب، والله بنفرخهم على الارض. انا بعت منهم بياعه وطلعت منهم هدايا للناس بالهبل والله. حمامه ما شاء الله مرزقه جدا. ان شاء الله يا رجاله في الايام الجايه باذن الله، على الاسبوع الجاي هنجيب الوان تانية منهم باذن الله. حبايبي رجاله صباح الفل، دي كانت حلقه النهارده. دول تيتين حلس بس شكلهم شر، اوف شكلهم اذى. اوف ده ما بيتفهموش. ما شاء الله انت عطشانه جميل. اشربوا. صباح الفل يا رجاله. اي امر تاني يا محمد عايز تقول حاجه؟ دي كانت حلقه النهارده، رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم يا شباب في الواد عبد الرحمن والحاج احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.